السلام عليكم متابعي قناة نيضو تري. إذا إخواني، لخبر هذا اليوم الجمعة، نشرت مجموعة من الصفحات الإخبارية حول موضوع أشرف حكيمي. خبر مفاده كالتالي: محامية أشرف حكيمي تفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الشابة، يعني الشابة التي ادعت هذه الادعاءات. في أول تعليق لها منذ توجيه الاتهام بالاغتصاب رسميا إلى نجم المنتخب المغربي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، أكدت محاميته فاني كولين أن موكلها نفى بشدة التهم الموجهة إليه، كما شددت على أن حكيمي لن يتحدث إلا في المحكمة. مفاجأة من العيار الثقيل، إلا أنها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت أن الضحية المزعومة رفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب، علما أن القضية أو الاتهام اليوم لا يستند إلا إلى ادعاءاتها بحسب ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة. إلى ذلك أوضحت أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي اليوم يعد إجراء طبيعيا وروتينيا يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية. وأضافت أن هذا الإجراء يفتح الأبواب أمام حكيم للدفاع عن نفسه. في المقابل، اعتبرت محامية الصبية راشيل فلور باردو أن تصريحات وكيلة حكيمي لا تعني شيئا على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لا تنوي نشر تفاصيل هذا الملف على الإعلام، وأشارت إلى أن الشابة لم تشعر بعد بأنها مستعدة لمواجهة اللاعب. أتى ذلك بعد أن وجه مكتب المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية للعاصمة باريس تهمة الاغتصاب إلى حكيمي إثر استجوابه أمس من قبل المدعين العامين، على ضوء الاتهامات التي وجهتها امرأة تبلغ من العمر 24 عاما زعمة تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور يوم السبت 25 فبراير الماضي. وكانت الصبية التي لم يكشف عن اسمها توجهت في اليوم التالي لاغتصاب المزعوم الأحد 26 فبراير إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، لكنها أكدت حينها أنها لا تريد تقديم شكوى. كما أوضحت أنها التقت اللاعب الشهير في يناير على شبكة التواصل انستغرام، وذهبت إلى منزله في سيارة أجرة طلبها لها على نفقته، وشرحت كيف راح حكيم يقبلها عنوة ويلمسها دون موافقتها قبل أن يغتصبها بحسب ما نقل مصدر في الشرطة. ثم ادعت أنها تمكنت من تحرير نفسها وغادرت بفضل صديقي أو صديقتها، يعني حسب ما جاء في النشرات السابقة، من أمام منزل اللاعب أو لاعب كرة القدم. إذا إخواني، ما تم نشره حول موضوع أشرف حكيمي يعد يعني لا يوجد هناك ما يثبت حول هذا الموضوع، ما دام أنها رفضت يعني أن تقوم بإجراء الخبرة الطبية أو شيء من هذا القبيل، فتظل هذه مجرد اتهامات باطلة حسب القضاء يعني الفرنسي أو غيره. إذا إخواني، هذا كان يعني ما دام أنها رفضت إجراء التحاليل ورفضت يعني تقديم الشكوى بطريقة قانونية وطريقة يعني، فهذا يعتبر فقط ادعاءات باطلة. إذا إخواني، إذا كان هناك موضوع جديد إن شاء الله سوف أقوم بنشره لكم. تحياتي لكم، نلقاكم في مقاطع فيديو أخرى إن شاء الله، ودمتم في أمان الله وحفظه.